فاطمة ست عادية جدا، لا مشهورة ولا صوتها عالي. عمرها قرب على 40، وشها دايما هادي، بس عينيها بتحكي تعب سنين. اتجوزت بدري زي أغلب البنات، وقالولها الست شطارتها في بيتها وراجلها هو سندها. سمعت الكلام ومشيت وراه. سابت شغلها عشان جوزها ما كانش مرتاح لفكرة إنها تشتغل، وقال لها أنا أصرف انتي مالك. وافقت وهي جواها خوف، بس قالت يمكن مع الوقت الأمور تتحسن. الخلفة جت بسرعة ومسؤوليات البيت كبرت، وهو بقى أقل كلام، أكتر عصبية وأقل اهتمام. لو اشتكت قال لها انت مكبرة الموضوع، ولو تعبت قال كل الستات كده. مرت السنين وفاطمة نسيت نفسها، لبسها بقى على قد البيت، ضحكتها قلت، وصحابها واحدة واحدة اختفوا. بقت أم وزوجة وبس، من غير ما تكون هي. أصعب لحظة كانت لما وقفت قدام المراية يوم وبصت لنفسها ومش عارفة البنت اللي قدامها دي مين. قالت في سرها أنا تعبت، بس ما ينفعش أقول. فضلت ساكتة سنين، لحد ما التعب بقى وجع في الجسم وضيق في النفس ودموع بتنزل من غير سبب. ساعتها بس فهمت إن السكوت مش دايما قوة، أحيانا السكوت هزيمة بطيئة. فاطمة لسه بتعاني، بس بدأت تفوق. مش كل يوم قوي، ومش كل يوم ضعيف، بس أول مرة في حياتها اعترفت إن هي مهمة، وإن اللي اتكسر جواها محتاج يتصلح مش يتخبى.